والدي وشيخي الشيخ محمد جميل على قيد الحياة. زوروه في بيتي في أكن وسألوه عن هذه القصة التي حدثني بها قبل ربع قرن تقريبا. قال: التقيت أحد الدعاة في إدلب، قال: يا شيخنا، في القرية نريد، في عندنا رجل يحتضر في ساعات احتضار، لو شرفت معنا تقول لا إله إلا الله. طيب، على بركة الله، ها شغلتنا وها صنعتنا، تفضل. فجلسوا معه: أهلا بحاج فلان، لا إله إلا الله، فسب الخالق على فراش الموت. قال: غير الحديث، من قل له مباشر: قل لا إله إلا الله. يا فلان، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يلا يا جماعة، خلينا جميعا نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحاضرون جميعا قالوا لا إله إلا الله، فسب الخالق. كذا بمرء الله، بأم الله، ببنت الله، والعياذ بالله. متعلمين على هذا الخلق الذي لم يعتد عليه أبو جهل. وأقسم بالله أن كثيرا من كفار قريش ما كانوا يسبون الله تعالى بهذه المسبات التي نسمعها في أحيائنا وبين شبابنا. غيروا الحديث: يا فلان، يا علان، نتكلم مع أخونا، طيب كذا، لا إله إلا الله، والله لما رحنا للحج فعلنا كذا، لا إله إلا الله، فلان شيخ حدثنا عن كذا فقلنا لا إله إلا الله. هم يقولون لا إله إلا الله وهو يشتم الخالق. رجل يحدث والدي قال: والله العظيم ذهبنا، يا خلينا نخرج، إذا أراد الله له أن يموت ميتة الكلاب فليموتها وحده. إذا كانت ملائكة العذاب ستنزل إلى هذا المكان فلتنزل ولنخرج نحن، وما علاقتنا؟ أدلينا بدلونا وكفانا. قال: والله شدت أعصاب جميع الحاضرين، سيموت على الكفر. قال: خرجنا وبعد دقائق توفي الرجل. والدي حي يرزق، ويسمي لكم العالم الشيخ الذي حدثه بهذا الحديث. قال: اقسم بالله، جاءوا لعنده في اليوم الثاني مشان نغسله وكفنه. قال له: الله يخليكم، خلي غيري يغسل كفني، انا موجود ما بستطيع. دفنوا للرجال. ايش قال له هذا البدوي اللي يلقى الميت؟ قال له: ان كنت عامل خير خيرا ترى، وان كنت عامل شر هون في الهواء. هلا هون تفضل اشتم الخالق، هلا هون في الهواء، تفضل. يلا، مو عندك لسان؟ مو بتعرف تشتم الله؟ يلا ورجيني عرض كتافك. يقسم الرجل يمين بالله العظيم انهم واروا الرجل. فجأة القرية في الليل تضيء. ذهبوا واذا اللسان نار ممتد من قبره الى فوق، ما عرفوا اين منتهى، من خشية موضوع رجع مباشرة في الليلة التي دفن فيها. في الليلة التي دفن فيها. أنا شخصيا أؤمن بخوارق العادات لأنها ذكرت في القرآن العظيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. صاح عمر بن الخطاب على المنبر: يا سارية الجبل